السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حابة أكلمكم عن مشكلة متهيالي 90% مننا بيعاني منها، وهي مشكلة الناس اللي مش في حالها، اللي دايما بتتدخل في شؤونك وفي حركاتك وفي قراراتك، ودايما بتبقى تحت المجهر ودايما مراقبك. تعالوا نتفرج مع بعض على فيديو خليك في حالك. انتي على طول كده بتعملي شغل على الكمبيوتر؟ قوليلي بقى بتقبضي كام من الشغل بتاعك ده؟ انتي اصلا ازاي تدخلي غرفتي بدون استئذان؟ ايه ده منى، انا سمعت ان انتوا عزلتوا على بيت جديد، صح؟ أيوة صح. على كده بقى باباكي اشترى البيت بكام؟ مع السلامة يا هدير. رضوى، انا كنت شايفاكي امبارح انتي ونور كنتوا بتتكلموا في موضوع، قوليلي ايه الموضوع اللي كنتوا بتتكلموا فيه؟ ما ينفعش اقولك علشان نور قالت لي ما اقولش الموضوع ده لحد. ماما، انا حاسه ان كل اصحابي بقوا كارهيني وكلهم بقوا بعاد عني ومحدش فيهم بيرضى يرد عليا في التليفون. ليه يا حبيبتي بتقولي كده؟ كلهم يا ماما بقى يقولوا لي خليكي في حالك، انتي بقيتي بني ادمه متطفله وبتتدخلي في تفاصيل مالكيش فيها. ايه ده؟ انتي فعلا بتتدخلي في حاجات انتي مالكيش فيها؟ عادي يعني يا ماما، انا ممكن اسال صاحبتي هي بتاخد مرتب كام. لما بلاقي اتنين بيتكلموا مع بعض بحب اعرف هما بيتكلموا في ايه كده يعني يا ماما. اشترت ايه وبكام بالظبط، كده شويه تفاصيل. كل ده وشوية تفاصيل ليهم حق يتضايقوا منك، ولازم يقولولك خليكي في حالك. ليه يا ماما يقولولي كده؟ عشان اي موضوع ما يخصكيش مينفعش تدخلي فيه بشكل مباشر، ولازم احترم خصوصية كل فرد. ما ينفعش اجبر اللي قدامي ان هو يقدم لي كل تفاصيل حياته، مرتبه كام، مشاكله ايه، اشترى سيارته بكام، انا مالي. وبمجرد ما الاقي اللي قدامي ان هو غير الموضوع، مش من الذوق والادب اني ارجع اساله على نفس السؤال. لازم اكون ان انا فهمت ان هو مش عايز يجاوبني على السؤال اللي انا سالته له. طيب لو حد حب ياخد رأيي في حاجة هو حابب يشتريها مثلا يعني. اديله طبعا رأيي في الحاجة اللي هو هيشتريها بدون ما اتدخل في تفاصيلها، يعني بكام وهتجيب فلوسها ازاي، ولو حاجة كبيرة ولازم يسد فلوسها اروح اسأله هتسد بقية فلوسها ازاي. طالما هو ما قاليش عن الحاجة وعن تفاصيلها، لازم احترم رغبة الشخص ده. وخليكي دايما فاكرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.